ميلون بينافيتو الدور الإيطالي السيري أي الجولة العشرين، وين شاهدنا كيفاش الانتر وين يفوز بالأداء والنتيجة والسيطرة كبيرة، وين شاهدنا كيفاش الهدف الأول ريكاردو الذي سجل ضد مرماه في الدقيقة السابعة. مارتينيز وين انتهى الشوط الأول بهدف لصفر، يعني وين كانت تضييع فرص كثيرة من جانب الانتر، وين مارتينيز الذي سجل الهدف الثاني في الشوط الثاني في الدقيقة 57، لوكاكو على المرتين في الدقيقة 67 و 79، يعني وين لوكاكو يسجل هدفين في هذه المباراة، وين شاهدنا 4 أهداف، يعني وين أنطونيو كونتي اللي دخل بخطة، يعني نقولوا خطة كانت محكمة، خطة اللي سيطر بها في المباراة، يعني وين نقولوا باللي سيطرة، وين دخل بثلاثة الانتر دخل بثلاثة 5-2. شاهدنا كيفاش فيليبو المدرب تاع بينافينتو اللي دخل بخطة 5-3-2، يعني وين كانت المباراة كانت شيقة، وكانت سيطرة 60% من نسبة الاستحواذ لانتر ميلون. بينافيتو وين شاهدنا 40% نسبة استحواذ. بينافيتو 313 تمريرة، 569 تمريرة بالنسبة للانتر ميلون، يعني كانت مباراة شيقة، مباراة شاهدنا كيفاش ميلان في الدفاع اللي خرج في الدقيقة 74، أندريا إليساندرو أشرف الحكيمي وين أدى مباراة في القمة، نيكولا يعني في وسط الميدان، روبرتو كريستيان إيفان لوكاكو مارتينيز، يعني وين كانت المباراة لاعبين تاع الانتر وين كسبوا شخصية كبيرة، يعني وين قدموا مستويات كبيرة. شاهدنا فابيو من جانب بينافينتو، شاهدنا كيفاش لوكا فيدريكو نيكولاس ارتور ريكاردو وين نقولوا باللي شاهدنا كيفاش رغم ذلك وين الانتر وين لعب بقوة، لعب من أجل الفوز، من أجل السيطرة في هذه المباراة، وين ما عطاش أي فرصة. شفنا لوكا وين ضيع هدف في الدقيقة 30، كذلك فابيو في الدقيقة 40، يعني وين ضيع هدف. شاهدنا كيفاش كانت المباراة التي كانت شيقة، وين خاصة في الشوط الثاني وين الانتر وين غلق كل منافذ امام مهاجمين وخط وسط الميدان، يعني وين ما عطاش اي فرصه للنادي بينافينتو في هذه المباراه، ما عطاهمش فرص، ما شاهدناش فرص كثيره لهذا النادي امام الانتر اللي يعرف كيفاش يسيطر ويفوز في الاخير. هذه هي الجوله العشرين، يعني وين الانتر 4 أهداف، بينافينتو 0 في الدور الايطالي السيري اي.